ننتقل الآن إلى الكويت، حيث اختتمت روتانا مهرجان هلا فبراير لهذا العام بحفل جمع كل من أحلام نبيل شعيل وجابر الكاسر. زميلنا إلي نخلة كان في الكواليس وعاد لنا بهذا التقرير، نتابعه سويا. أجواء خليجية حماسية ختمت مهرجان هلا فبراير، وأولاد النجوم خطفوا الأضواء. انطلاقة الحفل الأخير كانت مع الفنان السعودي جابر الكاسر الذي أطل على الجمهور الكويتي لأول مرة. أنا سعيد جدا اليوم أني أكون بختام مهرجان هلا فبراير. جابر الذي بدأ مرحلة فنية جديدة مع روتانا يستعد اليوم لألبوم جديد، وعمله مع عبد الله رويشد هو التحدي الأكبر. هو ديو أنا والأستاذ عبد الله رويشد، إن شاء الله حيكون مفاجأة. الوصلة الفنية الثانية كانت مع الفنان نبيل شعيل الذي رصدته كاميرتنا وهو يصل الحفل لأول مرة برفقة ابنه. شو بتقول بابا؟ ها؟ ما انسى. نبيل شعيل قدم على المسرح مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة، وقبل أن يغادر خص كاميرتنا بمشاريعه المستقبلية. يعني تقريبا على نهاية التشطيب العمل الجديد، على شهر 4 العمل الجديد إن شاء الله نبيل 2014. ختام مهرجان هلا فبراير كان مع الفنانة أحلام التي ما أن وصلت الكواليس حتى توافد الحلوميين للقائها والتصوير معها. كانوا حاضرين بروفاتي، وبعد الحفل اليوم أنا عملت لهم عشاء، يعني يعتبر عشاء فطور. مشاركة أحلام في هلا فبراير جاءت بعد 4 سنوات من الغياب وبوقت تستعد لأعمال فنية جديدة. لو أحضر كل سنة أكون مشتاقة لجمهوري في الكويت. أخذت العهد منك، كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، شاعر كبير وحساس وراقي، وعن جد أنا متحسفة إني من زمان ما اشتغلت معها، ومن ألحان بندر سعد. أحلام التي أثارت الجدل في السنوات الماضية كعضو لجنة تحكيم خصت كاميرتنا بقرارها في هذه المشاركة. إنه أنا أسوي تجربة حلوة، أنا فنانة، أنا مش في لجنة حكم دائما، أنا فنانة وعندي جمهوري وعندي حفلاتي وعندي شغلي،